مشاهدي المصرية في كل مكان، مساء الخير واهلا بحضراتكم. لقاء جديد وحلقة جديدة من حلقات حوار الاسبوع، واليوم نتحدث عن ابرز التحديات التي تواجه ذوي الاحتياجات الخاصة في مصر. ما هي ابرز الخطوات وما هو المستهدف بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة في الفترة المقبلة، وكيف عكست الدولة والقيادة السياسية اهتمامها كما يجب خلال فعاليات منتدى الشباب او منتدى شباب العالم في شرم الشيخ خلال الايام القليلة الماضية، وما هي ابرز المشكلات او المعوقات التي تواجه ما تحاول الدولة أن تحققه من خلال أجهزتها المختلفة لذوي الاحتياجات الخاصة من أجل مزيد من عملية الدمج لهم وإتاحة مزيد من الفرص لهم في المجتمع المصري. أسئلة كثيرة مطروحة من خلال هذه الحلقة، واسمحوا لي في البداية أن أرحب بضيفينا في حوار الأسبوع: الأستاذة الدكتورة حنان بهي الدين منيب، الملحق الثقافي السابق في باريس والمستشار الدولي لشؤون الثقافة الجامعية والأكاديمية. دكتورة حنان أهلا بحضرتك، سعداء بوجودك معنا النهاردة. كما يسعدنا أن نرحب أيضا بالأستاذ الدكتور أشرف مرعي، أمين عام المجلس القومي لشؤون الإعاقة. أهلا بحضرتك يا دكتور، وسعداء بوجود حضرتك ومشاركتك معنا النهاردة. وكما علمت يعني من فريق العمل ومن زملائي فريق الإعداد أن حضرتك مقل جدا في الظهور الإعلامي، أو يعني وبتختار بعناية شديدة وعلى فترات بعيدة عن بعضها للمشاركة في أي ما تقدرش تأخر التلفزيون بلدنا. أسعدتنا يعني، ويعني بيشرفنا وجود حضرتك معنا النهاردة. بداية دكتورة حنان، حضرتك شايفه ازاي اشكاليه ذوي الاحتياجات الخاصه ومتطلباتهم وما هو متاح لهم واقعيا في مصر؟ الحقيقه لا يفتى ملك في المدينه، يعني الدكتور اشرف موجود، لكن خليني اتكلم انا بصفه شخصيه بصفه مواطن. دايما بقول، وقلت الدكتور اشرف وقلت لناس كتير قبل كده، ان المعاق او ذوي اللي انا مسميهم ذوي القدرات الخارقه، لان هم عندهم قدرات اخرى من نوع اخر بتكمل المجتمع كمنتج وخدمي وسلعي. انا اذا اعتبرت المجموعه دي لن اعتبرها عدد في تعداد السكان، هم ليسوا برقم، هم مواطنين، والمواطن كامل المواطنه شريك في الوطن كامل الشراكه. لذلك انا ارى ان المعاق اطلق عليه في تبع المجلس القومي للإعاقة دلوقتي ده الصوت الرسمي لهم في الحكومة، في جناح آخر للدولة وهو الجناح المدني، الكيان المدني. الكيان المدني خلينا نقول إن احنا لازم نتعامل معهم بصورة مختلفة عما سبق: الأسرة، الجيران، المدرسة، الجامعة، الوزارات المختلفة المعنية باستقبال 5%. ويصحح لي دكتور أشرف إذا كان العدد مش صح، نسبة 5% في الوزارات الموجودة والمخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة أو ذوي الإعاقة. دكتور أشرف، حضرتك توليت العمل منذ بدء تأسيس هذا المجلس القومي لشؤون الإعاقة، ثم تدرجت وتم تكليفك بمهمة الأمانة العامة للمجلس. ما هو المستهدف من إنشاء هذا المجلس وماذا تحقق حتى يومنا هذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. المجلس القومي لشؤون الإعاقة ده يعني تم إنشاؤه نتيجة تواليات كتيرة دولية ومحلية. احنا كمجتمع مدني، أنا أستاذ في جامعة حلوان، لكن كان ليا نشاط في مجتمع مدني في مجال الإعاقة من سنين طويلة جدا، فكان لينا مطالبات ان يبقى لنا صوت يعبر عننا. الموضوع ده يمكن اتأخر شوية، لكن بعد الثورة كان حصل حاجتين: مصر وقعت على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في 2008، وده عليها التزام انها لازم تشكل كيان حكومي يتابع مدى تطبيق الدولة لالتزاماتها في هذه الاتفاقية. جه بعد الثورة يعني الحمد لله تم تأسيس المجلس 2012. تعثر شويه نتيجه الدوله ما كانتش مستقره، لكن الحمد لله بعد كده بدا يتعافى. طلع حضرتك دستور في 9 مواد تخص الاشخاص ذوي الاعاقه، فكان لازم يبقى فيه كيان يشتغل في هذا الموضوع. الحمد لله طلع القانون بتاعنا اخيرا، سياده الرئيس صدق عليه في فبراير اللي فات، وفي مهام في هذا القانون على للمجلس كمان. فكل ده بالاضافه كمان لان في عندنا بعض الزملاء 9 زملاء من الاشخاص ذوي الاعاقه في مجلس النواب. كل ده حراك بيلقي بهدف او من بهدف تمكين الاشخاص ذوي الاعاقه. احنا برضه نتكلم بمنتهى الصراحه، احنا الاشخاص ذوي الاعاقه تم تهميشنا على مدار سنين طويله، وكان بتنظر النظره الينا نظره شفقه وعطف وندي مساعدات وحي، لكن تمكين يعني انك تمد الشخص ايا كان معاق او غير معاق بالمهارات والمعلومات والتدريبات التي ترفع كفاءته عشان يبقى قادر انه يساهم في المجتمع. ده النظره الحقوقيه اللي بدات تجي لنا، بدل ما احنا كنا بنتلقى وعفوا يعني يبقى شكلنا بنستجدي، لا دلوقتي الدوله بتهتم بيك وتديك حقك. احنا لسه ما عملناش كل حاجه، لكن يكفي البدايه ان عندك قانون يحمي حقوقك، ده ما كانش موجود قبل كده.
النهارده كنا برضه الفترات اللي قبل كده كان يجي شخصيه كبيره تهتم بالاعاقه وبعد شخصيه ما تسيب مكانها ده تراجع الاهتمام بالاشخاص الاعاقه. دلوقتي في اراده سياسيه، في تشريعيه، اعتقد ده هيدي سستينابيلتي استدامه لان الاشخاص الاعاقه يبتدوا يحطوا على الطريق الصحيح زي ما اتفضلت الدكتوره حنان كمواطن زي غيره. طيب انا هرجع لحضرتك بعد قليل بعد ما نسمع الدكتوره حنان عشان اسال حضرتك كمان عن اليات تفعيل كل هذه المقومات اللي حضرتك اشرت اليها من اراده سياسيه ومظله او غطاء تشريعي، وايه اللي بيعرقل تفعيلها او انها تصل لمستحقيها في مصر وتفعل دورهم وتدمجهم لاقصى درجه في المجتمع، الا وهم يعني ذوي من هم مستحقين لهذا الامر من ذوي الاحتياجات الخاصه. دكتوره حنان، خبرات حضرتك في العمل في اي دوله اوروبيه او خارج مصر، ايه التجارب اللي حضرتك شفتيها في التعامل مع هذا القطاع من المجتمع في اي دوله اللي ممكن ننقلها لمصر، وايه الحاجات اللي تتمني حضرتك تشوفيها هنا بالنسبه لذوي الاحتياجات؟ الحقيقه انا ما اقدرش اقول ان مصر تاخرت كتير، دايما في صرخات، لكن خليني اقول عليها كان يطلق صرخات صماء يعني بتروح هباء منثورا. مفيش استراتيجيه للدوله حطاها، عشان كده لما تصدق على القانون في 19 فبراير 2018 ده اصبح حق من حقوق ذوي الاعاقه. في 1 اكتوبر تم تنظيم مؤتمر لاول مره في شرم الشيخ لمدارس الدمج والتربيه الفكريه. انا عايزه اتكلم على التجربه دي لان دي تجربه انتقلت من الخارج بعد سنين طويله الحقيقه. لما كنت ملحق ثقافي في باريس والسفاره المصريه كنت بمشي في الشارع لقيت مدرسه مكتوب عليها مدرسه المكفوفين. وقفت قدامها شويه قعدت ابص مدرسه المكفوفين، ما فيش حد بيساعد حد. التجربه اللي لازم ننقلها ان كل واحد بيتعلم منذ الصغر كف بصره او هو عنده اعاقه بصريه منذ المنشأ او المولد، هو بيبقى متدرب العصايه بتاعته او اذا كان معاه كلب مدرب، والمدرسه دي كفيله بانه تخرجه عضو في المجتمع فعال، يعني ينتج يعني يشتغل. خليني اقول كان ليا تجربه تانية ودي مهمه قوي الحقيقه، يسامحوني انا مش فاكره اسم الولد والبنت اللي كنت بتعامل معاهم اذا كانوا شايفيننا دلوقتي في وزاره الثقافه، ما كنت رئيس قطاع العلاقات الثقافيه الخارجيه، كنت بعتمد عليه وعلى البنت بيجي الساعه 9 من ذوي الاعاقه البصريه 9 بدقيقه بيكون على مكتبه. كل الجوابات التي تترجم الى اللغه الانجليزيه لم اكن اثق بشخص الا هو علشان يترجم ده. فحضرتك عندك مهارات، عندك كفاءات، عندك قدره عاليه جدا على الحفظ والدراسه. المدرسه والجامعه احنا بنشفق عليهم، لا تفضل ولا تعطف بعد صدور هذا القانون والدستور. احنا بنقول ان احنا كنا بندور واحنا معيدين في الجامعه في عين شمس مين هيكتب لفلان علشان قسم انجليزي عايزين له حد من قسم فرنساوي يكتب له الامتحان. لا لا لا، زي ما دكتور اشرف قال لا تسول بعد اليوم، حق يكفل الدستور والقانون لذوي الاعاقه. وبلاش بقى الايه الجزء الهايف. مؤتمر 1 اكتوبر ده كان بحضور السيد رئيس الجمهوريه، جايين يتخانقوا احنا هنسميهم من مقدم البرنامج هنسميه ذوي الاعاقه ولا ذوي الاعاقه. هي دي الاشكاليه الفظيعه جدا في مؤتمر كبير بهذه المهام الجسيمه او الجوهر او الهدف في جميع نقصر الجلابيه ولا نطولها يعني ما ينفعش. وبالتالي احنا لازم نقول الدمج، انا ضد فكره انعزالهم في فصول خاصة بهم، لابد أن يدمج هؤلاء الأشخاص اللي هم المصريين المواطنين المصريين في جميع المدارس وفي جميع الجامعات مع الآخرين، ما هو إلا شخص مختلف. لذلك لابد من كسر التابو إن واحد عنده الأب أو الأم عندهم طفل أو الجيران عندهم حد من ذوي الإعاقة، لا 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 خبوه أحسن. يعني ده حضرتك تفضلي لو قلنا مثال سريع جدا في مدرسة في الدور الأرضي فيها بعض الفصول اللي متاح وفي أكسس أو في سهولة للوصول إليها طبعا بالكراسي المتحركة، حضرتك تفضلي تبقى فصول عادية وفيها طلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة؟ لا أنا أفضل ما أبقى أجمعهم كلهم بشكل لا ما ينفعش نجمعهم كلهم، ما ينفعش. أولا هم عدد كبير عشان حضرتك تبقى عارف. لا أنا عارف، أنا بدي كمثال لو في مدرسة قاعدة فيها 20 طالب بالظبط، حضرتك تفضلي يبقوا في مجموعة حتى لا يتم التسرب من التعليم لأن زمايله مدرسين والآخرين يعني مش عارفين يتعاملوا معاه عن طريق خشومية، عن طريق يعني تعامل مختلف، عدم وجود تربية وتوعية منذ
منذ صغر ان ده طفل زيه زيك لازم يتلقى الدراسه والعلم زيه زيك، لكن ما تحطوش في فصل لوحده. انت بتعزله ليه؟ هيندمج ازاي مع المجتمع لما يكبر؟ دول هيبقوا قنابل من نوع اخر موقوته من النوع اللي هو مش قادر يندمج مع المجتمع، وبالتالي هينعزل. ده هيعمل له عزله حتى نفسيه، مش هيقدر يكمل مع وهيعمل المجتمع. دي شريحه في المجتمع، انت ليه بتستبعدها؟ لكن ذوي التربيه الفكريه الخاصه اللي هو عنده اعاقه ذهنيه ده لابد من احترامهم. بس عايزه اقول لحضرتك حاجه، كم واحد في الفصل كان معاك في المدرسه او في الجامعه مش قادر يحصل زي الاخرين، مش من ذوي الاعاقه، هو امكانياته الذهنيه كده. مش معنى كده ان انا اعزله، لكن معنى كده اديله دروس تقويه او مجموعات تقويه، اكمله واعلم المدرس والمدرسه اللي محتاجين ايضا توعيه كيف يتعامل مع هؤلاء. قبل ما ارجع لسؤالي يا دكتور اشرف، كيف نفعل كل المقومات اللي حضرتك اشرت الى انها متوفره في الوقت الحالي في مصر؟ هاخد من كلام الدكتوره حنان. دكتوره حنان اشارت لمدرسه مكفوفين في خارج مصر في اي بلد، اذا كنا بنتكلم عن باريس او اي مكان اخر، والدكتوره حنان بتقول ان هنا ذوي الاحتياجات الخاصه بيتحركوا لوحدهم، بيعتمدوا على نفسهم لان في تسهيلات لهم لده. احنا محتاجين نعمل ايه كدور مكمل لدور الدوله في ثقافتنا في المجتمع؟ ان الناس تخلي مكان المشي للمشاة، الموتوسيكلات اللي ما تطلعش على الرصيفه، ان الشارع يبقى زي الشارع اللي في اوروبا، الكفيف فيه هيقدر يمشي على شارع ممهد، مش هينزل رجله في حفره. يعني حضرتك شايف في مشكلات في مجتمعنا عايزه شغل قد ايه عشان اصحاب هذه الحالات الخاصه يقدروا يعيشوا حياتهم بشكل طبيعي؟ اسف لو اطلت السؤال. لا العفو، شكرا جزيلا. السؤال ما الاجابه عليه مش من السهوله ان احنا نعملها في وقت قليل. حضرتك ذكرت مثلا دلوقتي الموتوسيكلات بتطلع رصيف، مش حد بيطلع على الرصيف بره الموتوسيكلات اساسا. فثقافه احترام الرصيف اساسا كسلوك عام ده محتاج يعني منظومه توعويه اضافه للتشريع. يعني لو تم تطبيق القانون، نحن النهارده حطينا علامه مثلا الباركينج ده للعربيات الاشخاص ذوي الاعاقه، وجيت لقيت حد يا اما راكن بعربيته مكانها، يا اما قدام الرامب اللي معمول عامل باركنج ولا عامل لك قافل ما اقدرش اطلع بالكرسي. ما التصرف؟ لازم يحاسب قانونا. تطبيق القانون ده واحد، تغيير الاتجاهات ده مهم، والتوعيه زي ما اتفضلت الدكتوره حنان. النهارده محتاجين يبقى التعامل زي ما قلت لحضرتك على مستوى حقوقي مش مستوى شفقه وعطف. تاني حاجه طريقه التعامل، ممكن احنا وان شاء الله المجلس هيعملوا في حمله توعويه تبدا ان شاء الله الفتره الجايه. الحاجه الثالثه في الموضوع إن ازاي نتعامل معاه. يعني انا مثلا بيتي ماشي، شعبنا طيب جدا ومتعاون جدا، تيجي مثلا انا معدي في الشارع قدام رصيف، تيجي الناس عايزه تشيل بطريقه ممكن تعمل مشكله، ممكن تعمل مشكله. فاحنا ان شاء الله عن طريق التوعيات في الموضوع ده نقدر نستفيد بكل الحاجات الكويسه. تاني حاجه ازاي اساعد بس بالشكل السليم. ببساطه اساعدك ازاي؟ ده اول سؤال. تحب اساعدك الاول؟ يا ريت تساعدني. السؤال الثاني اساعدك ازاي؟ بس المشكله كده تتحل. بس كده في السؤالين دول. تاني حاجه مسؤوليه كل وزاره انها تعملها عن طريق دمج الاشخاص ذوي وتوفير سبل الوصول. زي ما اتفضلت الدكتوره حنان، انا مش معقول افضل طول عمري في مدرسه خاصه تبع التربيه الخاصه وبعدين تيجي تطالبني بمنتهى السهوله ان انا ادمج في الجامعه او في المجتمع. فالدمج منذ الصغر بقواعد، وله قواعد على فكره معروفه في العالم كله لو طبقت صح، بتوفير الاكسسبيليتي، توفير شروط القبول المناسبه، توفير المساعدات المناسبه للتعليم، ده اعتقد ان كل مجتمع ما يبقاش فيه احنا وهم، مش هيبقى فيه دي. تاني حاجه تطبيق القانون في الالتزامات الخاصه بكل وزاره. يعني مثلا النهارده زي ما اتفضلت الدكتوره حنان، انا ليا نسبه 5% في الوظائف المطلوبه، فالمفروض ان انا اقدم في اماكن متاحه خلاص في بعض الاماكن، لكن يعني ما بتستوفاش. لو انا النهارده طبقت القانون مغلظين العقوبه دلوقتي في القطاع الخاص على اي حد يعوق ان يحصل صاحب هذا الحق على هذا الحق في اي مكان. كان القانون قبل كده اي مؤسسه فيها 50 عامل فاكتر تعين 5%. دلوقتي القانون خلى 20 مؤسسه فاكتر تعين 5%، ودي ميزه لينا. وكان قبل كده الغرامه 100 جنيه على صاحب العمل لو ما شغلنيش، دلوقتي لا فيها حبس. طب هل حددتوا يا دكتور مكان سريع جدا او آلية قانونية في غاية السرعة واستثنائية للجوء اليها حال حدوث هذه العرقلة لحق الشخص؟ ده هيبقى المحكمة على طول. حضرتك بتقول اجراءات التقاضي العادية. طيب يبدأ بقى بلاغ، يعني حضرتك بتقول هل في شكل خاص ممكن يبقى اسرع لنجدة صاحب هذا الحق ولا يمشي في اجراءات التقاضي العادية؟ حضرتك عارف انها بتاخد وقت. لا بتاخد وقت، بس مع القانون بتاعنا اللي هو طلع في 12 ولائحته الحمد لله تم اعلان انها خلصت يعني يوم الخميس اللي فات، اعتقد دلوقتي في مجلس الدوله. اعتقد حضرتك ما فيش صاحب عمل هيجازف
انه يتعرض للسجن وغرامه كبيره. لان العقوبات بقت مغلظه بالظبط، لكن قبل كده كان 100 جنيه. طبعا ما فيهاش اي مشكله بالنسبه لاي شخص. تطبيق القانون والتوعيه اعتقد مسارين مهمين جدا. وعلى فكره انا برضو نكون متفائلين شويه، احنا لمسنا دلوقتي بعض الحاجات بتتحمل على الارض. يعني دلوقتي حضرتك وزاره النقل بدات، احنا تواصلنا يعني في تطوير لمحطات المترو. ده ضمن البروتوكولات اللي توقعت مع عدد من الوزارات. انا ما وقعتش مع الدكتور هشام عرفات، لكن احنا كنا بعتنا جواب. في تعاون تم، في تعاون طبعا، بروتوكولات وقعت لكن مش من وزاره النقل، بس حضرتك بتقول في اتصال مع ده في كذا، وكل احنا بنتعامل مع كل الوزارات. فهو في تطوير دلوقتي لمحطات المترو عشان تكون يعني متاحه، ونزلت مجموعه من الاتوبيسات في القاهره، الاتوبيسات العامه فيها روافع وفيها سهوله استخدامها. ده مبشر كويس. النهارده مع بعض الوزارات زي الاوقاف، يعني لسه عاملين بروتوكول وخلصنا دوره تدريبيه لتدريب مترجمي لغه الاشاره على بعض الثقافات الدينيه عشان يقدروا يساعدوا اولادنا اللي عندهم. ونفس الحكايه عملناها مع الكاتدرائيه، نفس الحكايه، بحيث الثقافه الدينيه ومعها اميه الصوم دي مهمه جدا. ففي وزارات بدات تشتغل من قبل حتى القانون ما يفعل. عظيم. ودي حاجه حضرتك حاسس في استجابه حتى على المستوى المجتمعي بشكل عام. اسمح لي اقول حاجه في النقطه دي. كانت الدكتوره حنان بتقول حاجه انا يعني بتفق معاها فيها. كان قبل كده بنتكلم زي صدى الصوت، محدش يرد عليك. لا، احنا الفتره الاخيره دي يعني بتتكلم فالمسؤول بيرد عليك. وانا اعتقد بدايتها جايه من ان الرئيس تبنى عام 2018 عام الاشخاص ذوي الاعاقه، دعم القياده السياسيه وايضا وجود مظله تشريعيه بتزداد قوه لهذا الامر. بالظبط. حضرتك شايف له مردود عند المسؤولين؟ طبعا. على وجود مشكله تحتاج لما رئيس الدوله بيتكلم كل الاجهزه. دكتوره حنان، تعقيب حضرتك على ما اشار له الدكتور اشرف، ورأي حضرتك في كل ما يمكن ان يؤدي الى رفع ثقافه كل الاطراف المشاركه في المجتمع المصري في اعطاء الحقوق لذوي الاحتياجات الخاصه. انا بضم صوتي الدكتور اشرف مرعي، طبعا متفقه معاه تماما، لكن بنتهز فرصه وجوده لانه برضه صعب الحصول عليه والاجتماع فيه، فبنتهز فرصه وعشان اسال طب لو ال 5% في الوزاره قال له تعالى اوكي على الورق انا هحط 5% من ذوي الاعاقه عندي وبطبق القانون، مش تقدر توديني المحكمه، لكن انا هقعدك في البيت، اقعد في البيت مش عايزك، انا هبعت لك مرتبك لحد عندك. كيف يمكن مواجهه القانون مثل هذا الوضع؟ اللي هو تحايل على القانون. طبعا تحايل واضح او انه يخليه في مكتب ملوش اي صلاحيات، ملوش اي عمل ولا ورقه دي حاله ثانيه ممكن. الحاجه الثانيه وهي الاهم، كيف يمكن تدريب هؤلاء الاشخاص على التعامل مع المجتمع؟ انا عارفه ان في اوروبا معارض خاصه للفنون التشكيليه، للفن التشكيلي، من الناس اللي بترسم بالريشه برجليها لانها فقدت اطرافها وفاضل لها رجل واحده بترسم بيها لوحات، بتتباع في المعارض بارقام كبيره جدا. ليس شفقه ابدا، ده فن وتعلم وصمد. عندنا هنا بطولات ايجابيه رياضيه كبيره جدا. فاكر الدكتور اشرف كان سباح كبير، يعني في بطولات رياضيه كتيره وبيرجعوا من بره جدا جدا. لماذا لا يسلط عليهم الضوء؟ لماذا لا يسلط عليهم الضوء ونستقبلهم كلنا في المطار؟ اذا كان رئيس الدوله عمل 2016 عام الشباب، شايف حضرتك الشباب لحد النهارده الدنيا عامله ازاي؟ وبعدين عام المراه، انا مش ممكن اشتكي، عامل المرأة لحد النهاردة احنا مش حقوق مكتسبة زيادة عن الحقوق اللي اكتسبناها قبل كده. وعام 2018 من ذوي القدرات الخارقة زي ما بيطلق عليهم. إذا كان هذا العام وفي منتدى الشباب القصيدة الشعرية اللي اتقالت من كفيف ونهاه بمنتهى القوة ومنتهى الكرامة الإنسانية ومنتهى الصدق في المشاعر، وقالها ومسك الميكروفون، ألم تبكي جميع الحاضرين وعلى وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي كله، وانتهاها وقالها في نهاية القصيدة بتاعته: أنا مش عاجز، أنا مش عاجز، أنا مش عاجز. مين ما عيطش لما سمع دي؟ لما رأس الدولة والقيادات السياسية وهو الرئيس نفسه يمسك الكرسي اللي بعجل علشان يصطحب الافريقيه اللي هي من اللي عندها اعاقه حركيه. على فكره الاعاقه الحركيه والحركه اللي هو عملها دي ما هي الا رمز. يا جماعه انا راس الدوله وانا قائد السياسي، انا بلفت نظركم كلكم، او بدي القدوه للناس انها تتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصه، لتتضافر الجهود الوزارات والمؤسسات كلها، علشان وزاره الصحه لازم تعمل توعيه على زواج الاقارب، لان زواج الاقارب قد ينتج عنه في كثير من الموسوعات الطبيه الاقارب من ناحيه الاب بالذات اعاقات ذهنيه او
بصريه او سمعيه الى اخره. المواصلات طبعا زي ما تفضل الدكتور اشرف قال، ليه الاتوبيس ما يبقاش مجهز؟ ليه لازم الناس تتحرك؟ الحاجه الثالثه، ليه ما يعملوش في الشوارع الاشاره الضوئيه والسمعيه؟ مش احنا في عندنا مشاكل للصم والبكم، كلها خطوات سهله قوي. الاشاره بره بترن تن تن تن، ده معناها احمر اخضر يعدي، مش محتاج انه يسال حد عدي ولا ما عديش، مش محتاج انه يقول يا ابني ساعدني عشان اعدي الشارع. كل هذه المواقف الانسانيه التي يتفضل بها الشعب المصري والشعب العربي بصفه عامه طيب جدا، لكن قد يؤذي مشاعر هذا الشخص ويحس دايما ان هو مواطن من درجه ثانيه. طيب ده كلام جميل، وبدات الدكتوره حنان كلامها بانه قد يكون عايز يرد حضرتك او تصورك لوضع ايضا اليات رقابيه لضبط اي محاولات للتحايل على القانون، اما بمنح الشخص راتبه ودرجته الوظيفيه ويقول له اقعد في البيت احنا مش محتاجينك في حاجه، ودي ممكن تؤذيه نفسيا جدا. تمام. الا لو هو راغب في هذا الامر يبقى حسب حقه، يعني ده ابونز ريكوست يعني زي ما بيقولوا ده بالظبط. وفي الحاله الثانيه انه ممكن يجمده في المكان، يقول له اقعد، يقول له طب انا عندي طاقه، انا عايز اشتغل، بنفس المفهوم من القى هذه القصيده وانه بيقول انا مش عاجز، ادوني ما يناسب حالتي من ما استطيع ان انجزه من مهام، ويقول له لا اتفضل اقعد ومفيش حاجه خالص، حاجه مؤذيه نفسيا جدا مش هيديله شغل. هتتصرفوا ازاي؟ هو حضرتك علشان يعني الشخص يثبت نفسه ويوجد مكانه له في المجتمع، الدوله مرتبطه او المفروض تعمل حاجه اسمها ريزنبل اكوموديشن، التيسيرات والمعقوله. انا النهارده عندي نماذج زي ما اتفضلت الدكتوره حنان، عندي شاب مهندس ميكانيكا وتعرض لحادث وتم بتر دراعينه الاثنين. يعني اسمح لي اقول اسمه، مهندس وائل، ده انا بفتخر بيه. غير المسار ودرس كمبيوتر والكلام ده كله، دلوقتي بيعمل لنا كل الاي تي برجله، يحط الماوس تحت رجل قدمه ويبتدي يشتغل ويعمل كل حاجه. لو احنا النهارده ما وفرنالوش مثل هذا الكمبيوتر والادوات بتاعته بحيث النهارده تعوضه شويه عن الموجود، كان يمكن ما يشتغلش. فانا استثمرت وهو يستحق ده لانه عنده التحدي وعنده الاراده والكفاءه، قدر يتخطى المحنه اللي مر بيها وهي مش سهله، وعوض الامكانيات اللي كانت موجوده بمجال تاني يقدر يستثمره. فاحنا استثمرناه في هذا الموضوع. عندي واحده تانية يعني شيرين برضو اسمح لي، عندها اعاقه بصريه، هي اللي بتاخد المينتس في كل الاجتماعات وهي بتتكلم 4 لغات، فدي نموذج ممتاز. وانا كنت ماسكينها العلاقات الدوليه. فانت بتبص على بتقول هنا ازاي المجتمع ما يوفرش الكوادر زي دي وعندها الاراده والامكانات دي ما يحتاجون اليه عشان يحققوا جبنا كمبيوتر، والكمبيوتر نزلنا على برنامج ناطق، فبقت تقدر وهي عندها اللابتوب بتاعها برضو تم تجهيزه، فانت بتستثمرها وتساعد لها وتوفر لها البيئه اللي تطلع احسن حاجه عندها. بس الشخص يكون عايز. طيب انا عايز انتقل للنقطه الثانيه سريعا واسمع تعقيب كمان دكتوره حنان بعد ما حضرتك اتكلمنا عنها. ايه الاهم او ملامح او النقاط اللي شملتها البروتوكولات؟ مش هنستعرضها كلها طبعا، الوقت مش هيتسع لده، لكن لو حضرتك عايز تقول انا اشعر ان انجازنا الحقيقي في المجلس بالاشتراك مع هذه الوزاره او تلك، هذه البنود، النقاط دي ايه هي؟ انا عايز اقول لحضرتك نقطه، ان المجلس مش جهاز تنفيذي، انا عارف الوزارات طبعا هي المسؤوله عن التنفيذ، لكن احنا جهاز تنسيقي وبنحاول نعمل جنب الادوار بتاعتنا ان احنا نوجد حلول للمشكلات بتاعت الاشخاص، وعليهم هم انهم يحولوها لقرارات. يعني انا ممكن اقول يا وزاره كذا في مشاكل كذا، لكن احنا بنعمل حاجه ثانيه ان احنا بنحاول نوجد حلول ونجربها. اسمح لي، يعني من اكثر الوزارات اللي تعاونت معانا وزاره الانتاج الحربي. احنا مجلس انا توليته من 3 سنين، عفوا كان عندنا مشاكل اداريه كتير وبنيه تحتيه ضعيفه وكلام، فجبنا دلوقتي مثلا 4 عربيات منهم فان، طلبت يعني عملنا فيه هيدروليك ليفت يعني عشان الاشخاص ذوي الاعاقه الحركيه يقدروا يستعملوه، وعرضت مثل هذا الليفت ليه على سياده الوزير الدكتور محمد العصار وانا بشكره، فخدوه عشان يعملوه في الانتاج الحربي ويتم تعميمه. ده واحد. احنا بنستورد كراسي متحركه بملايين الجنيهات سنويا من بره، وغير كفءه والكواليتي بتاعها وحشه قوي. اتفقت مع سيادته وعملنا كرسي متحرك مصري بامكانيات ممتازه تعمل توفير لبلدنا ملايين الملايين من الجنيهات. التعاون مع وزاره التعليم العالي وجامعه حلوان عملنا عصايه بيضاء للمكفوفين. وبدأ انتاج الكراسي دي، حضرتك بتقول الموضوع دلوقتي تحت في مرحله الانتاج. الكراسي خلصناها وان شاء الله هيخل يعني. والهيدروليك ليفت، الهيدروليك ليفت ده حضرتك للي بيطلبه وهم ان شاء الله يعني ويصلح للتعامل مع اي فان خلاص. يعني ده سيستم بيتركب على اي عربيه يسهل مهمه. طبعا.
وبعدين العصايه البيضاء دلوقتي بتوزع مجانا خلاص من خلال احد الجمعيات اللي تعاون معاها جامعه حلوان لتقديمها بعد ما اخواننا اللي عندهم اعاقات بصريه جربوها. الموضوع بتاع وزاره الاوقاف، احنا بادئين في موضوع التثقيف الديني ده بشكل كبير، لان عندنا مشكله كبيره. 95 ل 99% من الاخوان اللي عندهم اعاقه سمعيه ما بيعرفوش يقروا ويكتبوا. فكمان الثقافه الدينيه ضايعه جدا، وهم دي شكواهم. خدنا الشكوى وعملنا مثل هذا البروتوكول وبدانا الموضوع ده. هيبقى الشهر اللي ان شاء الله اللي احنا فيه في بدايه لتجمعات للاطفال عشان تثقيفهم، والسيدات هيبقى ليهم موعظات. والكلام ده بدانا جربناه الحمد لله في القاهره، وان شاء الله هيتم في المحافظات بموافقه وزير. عظيم. يعني حضرتك بتقول ان ابرز ما تم وتتمنى حجم التعاون مع الوزارات يبقى على قدر ما تم مع وزاره الانتاج الحربي وبالتعاون مع اللواء دكتور محمد العاصي. في شغل كويس قوي عاملينه مع وزاره الاتصالات. وزاره الاتصالات عاملين حاجات كتير. طيب راي حضرتك ايه يا دكتور حنان فيما تم حتى الان؟ طبعا مجهود رائع ومحمود جدا، وقد يكون تاخر، لكن احنا مش في مرحله التنظير خلاص. تنظير واستقصاء الاراء والتعداد والسكان والكلام ده كله احنا خلاص تخطينا المرحله دي. احنا عشان نواكب الدنيا السريعه جدا في الخارج على جميع المستويات، بما ان مصر بتصدق وتوافق وبتعمل المواثيق الدوليه لذوي الاعاقه، لابد ان تكون بنفس المعدل من السرعه للحاق بهذا الركب العالمي. الحاجه الثانيه، انا طبعا في منتهى السعاده ان الحاجات تكون مصنعه بايدي مصريه، بافكار مصريه، بعقول مصريه خالصه. منتهى التناغم ما بين الانتاج الحربي والوزارات الاخرى المختلفه. خلينا نقول ان لغه الاشاره، انا طول عمري كنت اسال نفسي ازاي الصم والبكم ممكن ان هم يتعلموا انا بقول ايه ولا يفهمني ولا يسمعني. مره واحده اتعمل فيلم على الموضوع ده اللي هو نور الشريف، وفعلا عشنا هذا الجو. زي وجهه نظر المسرحيه برضو قلنا كل سنه في يوم المعاق الصرخه بالظبط. كل سنه فيلم الحقيقي واقعي جدا وصادم جدا ومؤلم جدا، لانه عرض المشكله حد كما اتحرك من ساعتها؟ حد اتحرك؟ ما اتحركش. لذلك انا اشكر الجهود الجديده. طالما في حاجه سلبيه تحولت الى ايجابيه، لابد من توجيه النقد الايجابي كما تم توجيه النقد السلبي. لكن حضرتك قبل ما نقول لغه الاشاره دي هامه جدا ولازم نعلمهم، عشان بعد كده كل دول ما يبقوش قدرات معطله في المجتمع، وعددهم زي ما سيادتك تفضلت كبير. طب قبل ما نعمل ده، هل ممكن بالتوازي يا فندم، وانا بوجه كلامي طبعا للسيد الامين العام، إذا كان ممكن بالتوازي نعلم الأساتذة والمدرسين والقائمين على هؤلاء على التربية النوعية والفكرية دي، نوجههم ونعمل لهم دورات تدريبية. يحضرني هنا موقف مش عارفة الحقيقة أقول طريف ولا محزن، وجع قلبي، لكن في نفس الوقت كان ضاحك في المسرح. سيد رئيس الجمهورية دلوقتي بيعمل حاجة جميلة جدا، اللي هي رعايته لذوي الإعاقة. مؤتمر أولادنا، قال أوكي مهرجان أولادنا لذوي الإعاقة تحت رعاية الرئيس، وهيتعمل في 15 فبراير الثالث منه. طبعا مؤسسة المهرجان أستاذة الفاضلة سيرة عبد القادر. فطفلة قبل ما تطلع وزيرة الهجرة نبيلة مكرم، السفيرة نبيلة مكرم، تقول كلمتها، فالطفلة مش راضية تنزل مع المسرح. هي صممت وفضلت واقفه، الاغاني نزلت وكله خلص ودي واقفه، يقولوا لها انزلي، يقولوا لها اطلعي، ابدا. طلعت الوزيره من الناحيه الثانيه دبلوماسيه شديده الدبلوماسيه ورقيقه المشاعر، وقالت على فكره احلى ما في هذا المهرجان، احنا قلنا كله انه تحت رعايه الرئيس، قالت احلى ما في اجمل ما في هذا المهرجان هي البنوته الجميله دي. يحضرني موقف ثاني في ختام الفعاليات المهرجان، ان احنا بنتعامل معاهم بمرونه، مش يعني هي المدربه بتاعتها عايزه تشدها تنزلها، والبنت مش فاهمه، فعشان كده لابد والامر يحتمل ان احنا نحتويه يعني زي ما احنا. وفي موقف تاني احب اقوله بسرعه جدا، ولد جميل قوي اسمه عمرو، 7 سنين تقريبا، في ختام المهرجان الافرو تشاينا، الافرو صيني اللي كان موجود لذوي الاعاقه برضه، دم من كل دول العالم كانت حاضره. فالولد المفروض انه يطلع يغني مع الناس، فهو بيقعد يتكلم يعكس الناس اللي قاعده ده، فجت المدربه تقول له يلا عشان هتطلع تغني. لا يمكن، انا بقول لك هتطلع هنا لازم نتدخل. طلع الولد مش راضي يطلع يغني ليه؟
لان العرض اللي قبله كان الساحر الصيني، فلابس الماسك الاسود والالوان والريش الكبير، فالولد خايف يطلع. هي لم تتلقى، هي معذوره، هذه المدربه اللي تصاحب هؤلاء الاشخاص تعرف السبب، تسال برضه، ما عندهاش التربيه يعني مش الناحيه الثقافة، التربويه والثقافيه، انها تعرف هو ليه متربس مش راضي عشان تحل المشكله بمنتهى البساطه. جت الام بمنتهى البساطه، كان اسمها حنان، هو جري وجه استخبى عندي وقال لا 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 لا، فبنبص كده انا ومامته لقينا الساحر، اسكت انا فهمتوا الساحر بالظبط. فهي محتاجين هذا النوع من التدريب والتأهيل والكفاءة عشان يوصلوا للكفاءة ان يقدر يتعامل مع طفل زي ده وما يخرجش بعد كده معقد نفسيا او عنده مشكلة في الاندماج مع المجتمع المصري. طيب انا فكرني برضو يعني استشهاد الدكتورة حنان بنموذج من الاعمال الدراميه المتميزه جدا لتناولت هذا الملف المهم زي فيلم الصرخه، حتى وان كانت الشخصيه كان بيأديها الفنان الكبير راحل نور الشريف، وكان شخص يعني كبير في السن يعني او بعد عدى مرحله البلوغ، لكن ده لفت نظري حاجه. دكتور، ايه اللي احنا محتاجين نعمله كبروتوكولات حمايه للفئات التي تحتاج حمايه من ذوي الاحتياجات الخاصه في مراحل عمريه معينه في مناطق معينه، يعني ازاي نخليهم سكيور امنين؟ لان الواحد دايما اكتر حاجه بتبقى بيصعب عليه او بتبقى مؤلمه بالنسبه له ان هذا الشخص لو ما يقدرش يعبر عن نفسه في بعض الحالات، لو تاذى او تعرض لشيء الانسان في الظروف العاديه هيقدر يعبر عنه بسرعه او يستغيث او يدين الشخص اللي تصرف معاه كده. البروتوكول ده ممكن نوصل له ازاي او اهميته؟ في الحمايات دي حضرتك بالنسبه للاطفال طبعا مجلس القومي للطفوله والامور بيقوم بدور كويس في الحته دي. احنا يمكن القانون بتاعنا المجلس على فكره بتاعنا مؤسس بقرار رئيس وزراء، لكن احنا سعينا الحمد لله وعملنا يعني اعداد لدرافت قانون المجلس يطلع يعني زي معظم المجالس اللي موجوده. القانون ده هيدينا صلاحيات اكتر، هيدينا فرص للتدخل في مثل هذه الحالات، اداره شؤون قانونيه وشكاوى ليها سلطه او ليها قدره انها تتدخل لحمايه هذه او انكم تعملوا استراتيجي او سياسه يا دكتور، تعملوا يعني خطه عمل، وانا عارف ان ده صعب جدا بنطلبه، ده مش سهل لان الاعداد كبيره، انهم البيئات اللي بيدرسوا فيها او بيتحركوا فيها او بيعملوا فيها يبقى فيها درجه امان او بعض معاملات الامان الضروريه له اللي هي بتوفر لهم الحد الادنى من وجودهم بشكل امن. هو ممكن حضرتك تبقى البيئه سهل ان انت تظبطها، لكن زي ما اتفضل دكتور حنان موضوع التعامل، احنا شفنا حاجات في بعض الجمعيات عنف شديد من المشرفين الموجودين والعمال، دول لازم يتم تدريبهم وكمان يتم متابعتهم، في متابعه دوريه ما تسويش كده للمشرف وخلاص. دي حاجه. الحاجه الثانيه تنميه الوعي جنب التدريب، الوعي ازاي تتعامل مع الشخص، مش بس تتدرب، ازاي تتعامل معاه. انا عايز بس اقول حاجه اللي اتفضلت بيه الدكتوره حنان، احنا الحمد لله عملنا خطوه كويسه قوي. تعاوننا مع جامعه عين شمس وجبنا اتحاد جمعيات الصم، وهيتعمل في مصر اول دبلوم للغه الاشاره. فده هيبقى حاجه كويسه جدا غير الدورات القصيره دي دبلوم سنه. يوم الاثنين الجاي عاملين اجتماع كويس قوي الانتاج الحربي مع اخصائيين سمعيات مع اتحاد الصم، ان شاء الله هنصنع السماعه الطبيه في مصر. عظيم. وده مطلب حضرتك تعلم قد ايه من جداً. اصحاب القدرات الماليه المحدوده جدا من اللي عنده ابن عنده مشكله سمع او هو او حد من اسرته، بيبقى قد ايه ده بالنسبه له عبء، وبيدور على التشاريتي على تطوع لتغطيه التكلفه لانها بتبقى مكلفه بالنسبه له. ان شاء الله يعني ده خبر يسعدنا. خبر. طيب في الدقائق القليله المتبقيه هسمع حضرتك وهسمع الدكتور اشرف لو في رؤيه عامه حضرتك عايز تتكلمي عنها او مشكله اساسيه لسه حضرتك شايفه انها ما اتحلتش او طموحات خاصه بذوي الاحتياجات خلينا الخاصه. نقول طموحات لان طبعا بعد الاخبار الايجابيه الجميله جدا دينا اللي فاجئنا بها دكتور اشرف مرعي، هو رقيق المشاعر، رجل عملي، رجل مرهف الحس جدا ووطني، وكل اللي حضرتك عايزه ينطبق على دكتور اشرف مرعي. انا عشان صعيديه ومش مرهفه الحس قوي كده، فانا عايزه اغلظ العقوبه وبنتهز الفرصه عشان اقول لان رئيس البرلمان دكتور علي عبد العال كان مستشار الثقافي لما انا بدرس في باريس، بعمل الدكتوراه في باريس، وعايزه اوجه له رساله. بنتهز معلش انا هستغل لا طبعا بس عذرا لضيق الوقت سريعا. انا عايزه اقول له تغليظ العقوبه، لان العقوبه زي ما حضرتك قلت لابد ان يكونوا امنين. انا بوجه له رساله اقول له تغليظ العقوبه، الاغتصاب لذوي الاعاقه المدخل او ذوي الاعاقه الذهنيه، ذوي الاعاقه الحركيه، ويتم الاغتصاب ويتم الجريمه ويتم النصب، لابد من تشديد العقوبه، لانه المغتصب او القاتل او المجرم بصفه عامه لم
يعني تاخذوا شفقه او رأفه. حضرتك عايزه اعلى درجات من المحاسبه للشخص اللي يمس هذه الفئه من المجتمع، مش قادر يدافع عن نفسه. نعم. فلا بد ان المجتمع مش يدافع العقوبه عنه، العاديه، حتى مش الحاله والقانون العاديه، والدستور يدافع تبقى عنه. اكثر قسوه او قوه العقوبه. كلمه اخيره من حضرتك في دقيقه اذا امكن يا دكتور اشرف. انا بقول للمجتمع ان 11% من سكان هذا الوطن عندهم قدرات كبيره، عندهم قدرات متميزه، استوعبوهم، سهلوا لهم الطرق عشان تكتشفوا ذلك. ان سريعا البنك الدولي بيقول ان 25% من اي مجتمع هم من افقر الفقراء المعاقين، لو تم استغلالهم ممكن يزودوا الدخل القومي من 5 ل 7%. فاحنا في ايدينا ثروه نهتم بيها ونديهم حقهم. ممكن يبقى لها مردود كمان على المجتمع وعلى طبعاً. الاقتصاد بشكل طبعاً. كبير ان شاء الله، طبعا لو يعني اديرت بشكل صحيح ومكناها بالشكل الامثل. دكتور اشرف مرعي، امين عام المجلس القومي لشؤون الاعاقه، شرفنا وجود حضرتك معانا شرفت بيك. وبشكرك شكرا جزيلا. شكراً. ان شاء الله تتكرر لقاءاتنا مع حضرتك في شرفني. حوار الاسبوع باذن الله. شرفني. استاذه الدكتوره حنان بهي الدين منيب، الملحق الثقافي السابق بباريس، بشكر حضرتك شكرا جزيلا واسعدتينا مشاركتك معنا. ميرسي على البرنامج. مشاهدينا، شكرا لحضراتكم على المتابعه، وصلنا مع حضراتكم لختام هذه الحلقه من حلقات حوار الاسبوع. شكرا والى اللقاء.